أنا اسمي أحلام. كنت في 18 من عمري، صغيرة وشابة، وديما نحلم بالحب النقي والراجل اللي يحميني ويكون السند نتاعي. المهم، جا واحد نهار راجل عنده 44 سنة أرمل، يعني توفات الزوجة نتاعو وخلت له ولد عنده 19 سنة. وانا هذا الراجل كان يبان لي كبير عليا وما كنتش رايحة نقبل، ولكن الناس أثروا فيا، ديما يقولوا لي الراجل الكبير يقدرك ويدير لك في الدنيا دنيتين، ماشي كيما الأولاد نتوع درك. درت عليهم وتزوجت بيه، وولدو كان عايش معانا وكنت نشوف فيه كيما ولدي، ندير له الماكلة، نغسل له حوايجه، نسمع لهدرته، نضحك معاه، ومم هو كان يحترمني، يعاوني في الشغل ويهتم بيا. كانت العلاقة بيناتنا نقية، ولكن بدأت تتبدل نهار بعد نهار. بديت نحس بحاجة تجبدني ليه، ماشي غير الحنان ولكن رغبة، شهوة مكتومة وبدأت تقوى، خصوصا كي يروح باباه للخدمة ونبقى أنا وهو في الدار. ما عرفتش كيفاه حتى لقيت روحي راقدة معاه في سرير واحد، وكانت هاديك أول مرة. ولكن ولت عادة كل نهار، كل فرصة نروح نجري عنده، بيسك كان يعجبني، ماشي غير جسديا ولكن حتى عاطفيا. ولات بيناتنا علاقة فيها حب والحقد حتى للغيرة، وفيها هضرة نتاع عشق. أنا متزوجة، ولكن قلبي ما قعدش مع راجلي، ولات حياتي كامل تحوس غير على ولده، نغير عليه، نخاف عليه، ونحلم نكون مرتو. المهم قعدت نهارات وحكيتها لبنت خالتي وصحاباتي كامل، قالوا لي طلقي من عند باباه وتزوجي به. وأنا كنت نخمم كيفاه نقابل فاميلتي، كيفاه نقابل الناس. وليت نعيش في صراع يومي، وراجلي ما يعرف والو، يشوفني غير نضحك ونخدم ونطيب، ما على بالوش باللي راني نخون فيه مع ولدو. وولدو ما ولاش يشوفني مرت باباه، دايرني حبيبته ومرته. ومام هو كان يقول لي طلقي من عند بابا ونزوجو ونعيشو حياتنا. وأنا كي يلحق عليا ليل نبكي ونحس روحي دايرة ذنب كبير، وتانيك نحس بالحب والرغبة اتخلطت كامل. ونقعد مع راسي نقول نكمل ولا نحبس، نختار قلبي ولا ضميري. مع العلم مزالني لدوك عايشة هاد القصة، والله ما عرفت واش ندير، نحتاج رأي ديالكم. دوك راني نكتب ودموعي راهي تسيل، ما قدرتش نتحكم في روحي.